السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي النهارده فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. هنعمل مع بعض طريقة عمل صينية جلاش بطريقة حلوة جدا هتعجبكم. زي ما انتم شايفين كده الجمال، طريقة جلاش بطريقة حلوة جدا. هتستغنوا بقى عن اي طريقة انتوا عرفتوها قبل كده. اول حاجة معايا تعالوا مع بعض نشوف هنجيب ايه. اول حاجة كده هنجيب جلاش اي نوع تكون انتي بتحبيه. انا بجيب النوع ده حلو جدا. الورق بتاعه ما بيكونش يعني متكسر ولا كده، هو كده كده مش هيفرق كان متكسر ولا لا، بس انا بقول في نوع الجلاش نفسه. يعني حتى لو عندك جلاش متكسر او مش سليم عادي مفيش مشكله، هينفع معانا في الطريقه دي. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده الجلاش بفكه من الورقه زي ما هو، ما ف... يعني مش بفكه. اقوم جايبه السكينه وعاملاه بالطريقه اللي انتم شايفينها كده. بقطعه لشرايح تكون عريضه شويه، مش رفيعه ولا تخينه، وسط. تمام زي ما انتم شايفين كده، عشان اعمله عامل زي الخيوط كده معايا. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما بقيت اعمل الطريقه دي وعاجبه جدا الولاد عندي، ما بستغناش عنها، على طول بعملها لهم. يعني على طول عايزين صينيه جلاش بالطريقه ماما اللي انتي بتعملي بيها. كده اخر جزء معايا زي ما انتم شايفين كده. خلاص الجلاش قطعته زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. هجيب كده معايا بولة او صينية اي حاجة تكون فاضية عندك، وهبدأ انزل بالجلاش زي ما انتم شايفين، وببدأ افكه كده من بعضه زي ما انتم شايفين كده. بخرجه كده طبعا من بعضه عشان انتوا عارفين ان انا قطعته وهو ملفوف، فالتقطيعة ملفوفة كلها. فانا ببدأ افكه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بكون بقى مجهزة على نار بسيطة يعني هادية كوباية سمنة، ومسيحاها وبسيبها لما تبرد معايا. وبعد كده ببدأ انزل عليها على الجلاش. بس طبعا مش بنزل بالكوباية كلها، بنزل بشوية شوية. تمام لغاية بس ما بيبقى معايا الجلاش. ببدأ اقلبه كده مع السمنة واحس ان الجلاش كله شرب السمنة. ببدأ افرك زي ما انتوا شايفين كده واقلبه بالطريقة دي. وكده كده برضو واحنا هنحطه في الصينيه برضك هنسقيه برضو شويه من السمنه. السمنه بتديله عشان يبقى اولا يستوي معايا، وبتديله زي قرمشه كده، بيبقى طعمه حلو جدا. في حتت بتبقى لازقه فيها السمنه ببدا اعملها بايدي، يعني اللي بتبقى الكتل السمنه المتجمده. ببدا افكها كده من بعضها. وبعد كده ببدا آه، اخلي كده السمنه كلها تدخل في الجلاش. تمام. هنا بقى على طاسه كده على النار، جبت كوبايتين من الميه ونزلت عليهم بنشا، حوالي يعني قولوا ربع كيلو من النشا او اقل شويه. تمام. ببدا ادوبه كده على البارد الاول لغايه بس ما يدوب معايا. وبعد كده بقى بنحتاج طبعا السكر. بحط شويه كده من السكر. طبعا السكر ده حسب رغبتك انت بتحبيه سكر كتير قليل، ده حسب رغبتك انت. تمام. برضو ببدأ ادوبه. وطبعا انا عملته ميه لان انا عندي لبن بودرة، ده اللي انتوا شايفينه. حطيت شوية من اللبن البودرة. وبرضك هبدأ ادوبه مع النشا. طبعا لو انت عندك لبن من العادي هتحطي بدل الميه لبن وتدوبي فيه النشا. تمام. الطريقتين نفس الحكايه. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى اسيبه على النار لغاية ما يتقل معايا ويديني القوام اللي هو بتاع المهلبية. هبدأ ارفعه كده على النار وعلى نار هادية، يعني مش هادية قوي، يعني وسط كده عشان بس ما يتلسعش مني. عقبال بقى ما يستوي معايا هنروح نجيب صينية، والاحسن تكون صينية يعني تكون زي بتاعة البسبوسة كده مش عالية قوي. وبجيب كده السمنة وطبعا بحطها الاول في الارضيه بتاعه الصينيه. وبعد كده بنزل بنص الكميه بتاعه الجلاش، بفردها كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين لغايه ما طبعا بغطي الجزء اللي تحت. ببدا اوزعه كويس زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا انت بقى بعينيكي يعني بتشوفي تقسمي الجلاش على نصين، فاهماني؟ هنا بقى هنعمل ايه. طبعا كان المهلبيه يعني استوت. انا بعملها تقيله شويه، ما بعملهاش خفيفه، يعني تكون ماسكه نفسها. طبعا قبل اول ما خلطت حطيت معاها كيس من الفانيليا، دوبته معاها وبعد كده طفيت. تمام. هبدأ انزل بيها كده على الجلاش، وبعد كده ببدأ بقى ايه احط المهلبية، بفردها على الصينية كلها زي ما انتوا شايفين كده بالراحة. طبعا عشان هي تقيلة بتتفرد معايا كويس. اما لو انا عملتها خفيفة قوي هتبدأ يعني هتبقى في النص ومش هعرف اتحكم في ان انا افردها زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى افردها على الصينية كلها واتأكد ان مفيش اي فراغات. هنبدأ بقى نعمل ايه تاني. هبدأ بقى اجيب بقية الجلاش وهحطه الطبقة التانية بتاعة الصينية. بشيل بس الزيادات اللي على الحروف عشان ما تتحرقش مني في الفرن. ببدأ بقى برضو اجيب الجلاش وبفرده كده على الصينية زي ما انتوا شايفين. طبعا بفرده كده على الوش، ما بضغطش عليه ولا بمعلقة ولا الكلام ده كله، انا بفرده كده على الوش وخلاص. بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده باخد شوية شوية وبفرده. كده بقى اخر حاجة معايا، وتعالوا بقى مع بعض هنشوف هنعمل ايه تاني. كده بقى ظبطت الصينية بتاعتي. هبدأ بقى إيه شوية برضو من السمنة. هبدأ كده بالمعلقة برضو اسقيها شوية كده من السمنة عشان طبعا ما تخش الفرن تبقى متحمرة كويس وطالعة مقرمشة من بره. تمام. بس كويس زي ما انتوا شايفين، لان برضك في ورق من الجلاش ما شربش السمنه كويس، فطبعا ببدا ازود السمنه عشان كلها تبقى متشربه السمنه بتاعتنا. تمام. هنبدا بقى ندخلها طبعا الفرن على درجه حراره 250، لان هي يعتبر المهلبيه مستويه. انا بس محتاجه ان هي تاخد وش من فوق ومن تحت. هنا طبعا كنت مجهزه الشربات بتاعي، حاطه السكر مع ليمون مع ميه، وبعد كده حطيت عليه فانيليا وسبته. يعني انا الشربات عاملاه قبل ما اعمل الجلاش لان عايزاه يبرد، لان المفروض ان انا بطلعها اول ما بتطلع من الفرن بتكون سخنه، بسقيها بالشربات البارد، والشربات بيبقى خفيف مش اللي هو التقيل. تمام. كده خلاص شربتها زي ما انتوا شايفين، وبسيبها بقى لغايه ما بتتشرب معايا. ولو انا شايفاها ان هي محتاجه تاني بسقيها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا لقيتها لسه محتاجه شربات سقيتها، وبعد كده بقى هسيبها لما تبرد. ودي كده كانت الصينيه بتاعتنا بتاعت النهارده. عايزه اقول لكم هتعجبكم جدا، وجربوها بطريقه حلوه جدا، ولو جربتها مره مش هتبطليها. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقول لكم مع السلامه.